السلام عليكم يا دكاترة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة على موضوع inflammatory bowel disease. هو بقى موضوع مهم جدا اليومين دول عشان وسائل التشخيص اتطورت. فعشان كده بقى يعني لقينا ناس كتير حوالينا بقى عندهم اللي هو ulcerative colitis و Crohn's disease. الشرح هيبقى بالطريقة دي. هيبقى الأول فيه شوية تحشيشات مينومونكس كده مجمعة الموضوع. طبعا هتسمعوا كلمات غريبة مش فاهمينها، بس هي يعني كتجميعة بس كده في الأول. بعدين هشرح بالتفصيل بقى يعني ايه الكلام الغريب ده. هقول هيبقى في شكل مقارنة، مقارنة بين الألسراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. هنفهم بقى الكلمات الغريبة، يعني ايه فيشر، يعني ايه فيستلا، ليه حاجات كتير common في الكرونز وفي الألسراتيف كولايتس لأ. ليه الكرونز ديزيز بيحصل فيه كتير intestinal obstruction، abdominal mass، فيشر وفيستولا. ليه ايه الأسباب دي كلها ان بتظهر في الكرونز أكتر؟ هنعرف كل ده إن شاء الله لو كملنا المحاضرة، ويا رب الشرح يعجبكم. ولو محتاجين الجزء التاني من المحاضرة عرفوني في الكومنتات، ولو محتاجين شرح أي حاجة تانية برضو قولولي، وإن شاء الله أبقى أحطها تباعا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة اسمها inflammatory bowel disease IBS، وفي حاجة اسمها irritable bowel syndrome. inflammatory bowel disease يعني Crohn's disease و ulcerative colitis. دي irritable bowel syndrome IBS دي اللي هو القولون العصبي. شتان فرق السما من الأرض من الاتنين. يبقى IBD اللي هو inflammatory bowel disease يعني Crohn's disease و ulcerative colitis. inflammatory bowel syndrome اللي هو القولون العصبي. طبعا القولون العصبي عند اغلب الناس وعادي جدا وبيس وما بيعملش مشاكل ومالوش complications كتير، يعني الناس كلها عندها ومتعايشين بيه والحمد لله ما بيعملش مشاكل. لكن inflammatory bowel disease بداية عبارة عن inflammation، لكن الirritable ده نتيجة القلق والتوتر رتم الحياة السريع وكده يعني. لكن الانفلاماتوري دي inflammatory process، وكمان ممكن لدرجة ان ممكن يحصل لها ايه تي بي لايك جرانيولوما. هي فيها جرانيولوماتاس ديزيز كمان وكرونيك ديزيز في اميون بروسيس كبيرة جدا، جزء منه اوتو اميون وجزء منه فيه اميون كونتريبيوشن. كمان بري كانسرس هنا وبيعمل سيرجيكال كومبليكيشنز كتير، لكن هنا مفيش اي مشاكل خالص في الاريتابل باول سيندروم. اهم حاجتين عندي كرونز ديزيز والالسراتيف كولايتس. ببساطه كده السراتيف كولايتس يعني بيأثر في الكولون، تمام، وبيعمل قرح، يعني قرح في القولون اسمه التهاب القولون التقرحي. لكن الكرونز ديزيز هو اسمه كرونز، مرض كرونز برضو، ده بقى بياخد الجي اي تي كله from mouth to anus، كل الجي اي تي. بالمناسبة بقى في تحليل لسه جاي قدامي اهو علشان نعرف برضو موضوع ان هو ازاي بري مالجنت. ان الالسراتيف كولايتس والكرونز ديزيز الاثنين الاول بيعمل ديسبليزيا، يعني معناها ان تحوط في الخلايا، بعدين تعمل هاي جريد ديسبليزيا، بعدين تعمل كانسر. الكرونز والالسراتيف كولايتس الاثنين ينصحوا ان هم يعملوا فولو اب بعد 8 سنين وبعد 10 سنين، يعملوا منظار كل سنه. فده الباثولوجي ريبورت بتاع المنظار اهو، جايب الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر وقايل ان هو عامل اوساي هاي جريد ديسبليزيا، معناها ان هو دخل في البري مالجنانت كونديشن، ولو استنينا شويه هيقلب كانسر. ده دليل ان هو الانفلاماتوري باول ديزيز بري ديسبوز تو كانسر. اوكي، عايزه اقول لكم ان الجزء الجاي الاول هعمل مينومونكس او تحشيشات، ودي طبعا بتبقى ما فيهاش فهم كتير، بتبقى بس هدفها الحفظ. بعدين هندخل في الباثولوجي، باثوجينيسيس والباثولوجي والجروس بيكتشر. التحشيشات دي كلها حفظ. بعدين هنفهم بقى حلو جدا جدا الباثوجينيسيس وليه بقى البيكتشر اللي احنا هنشوفها دي. في بقى شويه مينومونكس او تحشيشات للموضوع. الالسراتيف كولايتس ULCCCERS، ايه هما؟ U ulcer large intestine، C continuous، يعني هي ulcer عشان اسمه ulcerative colitis يعني في الكولون، يعني large intestine
itis يعني inflammation. بتبقى in a continuous matter يعني مستمر، مفيش areas free في النص. هناك في الكرونز ديزيز كان في سكيب ليجنز، معناها ان في اماكن فري في النص، لكن هنا continuous lesion وبتعمل كولوريكتال كارسينوما. سي كمان كريبت ابسس، دي حاجه مهمه جدا في الباثولوجي. شفت كيسز عندكم بتبقى هو بس الكلمه اللي هتعرفني الكيس هي كريبت ابسس، دي دايجنوستيك باثوجنومونيك ulcerative colitis. كمان هي اكستند بروكسيمال، يعني ايه؟ يعني هي بتبدا تحت من الريكتم تطلع لفوق الديسندنج كولون، فبتطلع بروكسيمالي على فوق، تطلع على فوق. لكن هناك الكرونز ديزيز بتروح ديستال، يعني من الانتستين للكولون فعلى تحت، لكن دي بروكسيمالي تطلع على فوق من الريكتم للاسندنج كولون، بعد للديسندنج، بعدين للترانسفيرس، بعدين تكمل بقيه الريكتم. ريد دايريا معناها بلادي دايريا. سكليروزنج كولانجايتس ده اوتو اميون ديزيز بيبقى اسوشيتد، ما هو المصائب لا تاتي فرادى، يعني نلاقي اي مرض اوتو اميون بيبقى العيان سسبكتبل تو اذر اوتو اميون، وساعات تبقى دي برضو مفتاح الكيس ان هو عنده كذا اوتو اميون ديزيز. زي ما هنشوف في بقيه المنهج كل مرض بيبقى له مرضين 3 كمان ممكن يدخلوا معاه. فدي المينومونيك بتاعت الالسراتيف كولايتس. الكرونز ديزيز دي عندي كذا مينومونيك. الاولانيه دي بسيطه بحروف كلمه كرونز. اول حاجه كابلستون ابيرنس، دي معناها ان الاحجار بتاعت الرصيف بتاع الترام كده بتاعت زمان في مصر، يعني كابلستون احجار كده مرصوصه جنب بعضها زي الرسمه دي كده، كور جنب بعضها. دي هنعرف سببها طبعا بسبب الباثولوجي. ريديوس اليومن، يعني اليومن بتاعها بيبقى صغير بسبب ان في اديما وانفلاميشن وستريكشر في الاخر، يعني فايبروزس، فتخلي اليومن ضيق، ممكن يعمل intestinal obstruction. اهي obstruction of lumen CRO. بعدين هاي temperature، بيبقى ممكن عنده سخونيه بسبب ان هو بيجيله infection. normal areas in between اللي هي skip areas، دي حاجه characteristic اللي هو في شويه عنده شويه في inflammation وشويه areas completely free في النص، اسمها skip areas او skip lesion، يعني normal areas in between. بعدين string sign، دي حاجه بتبان بالباريوم سوالو، لما حد بيعمل باريوم اكس راي ويبلع باريوم او باريوم انيما من تحت، هي احسن في الباريوم انيما. مكان ما عندي areas of narrow lumen او reduced lumen، ففي الاخر تعمل لو مكان طويل تعمل string sign باريوم study. اوكي. طيب في مونومونيك تاني بيقول لك الكرونز ديزيز ده بيجمع المورفولوجي والسيمتومز. انا اللي عاملاه الكرونز عندي 2 سي، كابلستون وكريبنج باي 2 سي. الاس 3 اس سكيب ليجن، قلنا ان هي areas free in between. وسكين بايوديرما جانجرينوزم، ده من الاكسترا انتستينال انتستيشن، حاجات بره الانتستين. وسترينج ساين دي بتبان في الاكس راي. كام اف بقى؟ فيشر وفايبروزس وفيستولا 3 اف. اوكي. والاس بقى 5 اس، سكين بايوديرما جانجرينوزم وسترينج ساين وستريكتشر وسيروسايت سكيب ليجن، يبقى 5 اس و2 سي و3 اف. الاس تاني سكيب ليجن، دي اهم حاجه في الموضوع كله، دي بتبان بالايه؟ بالمنظار. ستريكتشر وسيروسايتس، كل ده هنعرف ايه. وسكين بايوديرما جانجرينوزا وسترينج ساين، كل حاجه من دول ممكن تيجي في الكيس يقول لك ان احنا لقينا كذا. دي الكلمات المفتاحيه بتاعت الكرونز ديزيز، وهي دي اللي بتشخص الديزيز. اوكي. يبقى هنا بقى قايلين ايه؟ 2 سي 3 اف 5 ايه. دي حلوه لانها مجمعه كل الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر. طيب في كمان واحده كمان الكرونز، اقول لك ان احنا بنجمعها في كلمه كريسماس. كابل ستون، هاي تمبريتشر، ريديوزد اليومن، intestinal fistula، skip lesion، transmural يعني كل الطبقات، malabsorption، abdominal pain، submucosal fibrosis. طبعا كل الكلام ده دلوقتي طلاسم ولوغاريتمات. لما نفهم الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر هنفهم ايه كل حاجه من دول. تمام. يبقى المهم نعرف ان السكيب ليجن دي حاجه مهمه جدا في الكرونز.
كابلستون، سكيب ليجن وكابلستون دول مهمين جدا. هناك في الالسراتيف كولايتس عندي اهم حاجه نقول ان هو في كريبت دي مهمه جدا، وعنده عنده كمان localized to the colon، وعنده bleeding يعني bleeding in stool، وكمان هنا بقى الالسراتيف كولايتس لما بيعمل باريوم انيما يبان ليد بايب. ليد بايب معناه الكولون يبقى بدل ما هو عامل كاستريشنز يعني معناها يتحزز في كذا حز كده عشان يدي منظر الكور جنب بعضها دي، لا بيبقى ليد بايب زي ماسورة الرصاص، ماسورة المية يعني. تمام. كمان بقى يلا بالمرة بقى الالسراتيف كولايتس عندي الانتيجين اللي بيلاقوه، الانتي بودي اللي بيلاقوه اسمه بي انكا، لكن الكرونز اسكا. ايه الاسكا ده؟ انتي ساكرومايس سيرفيسي انتي بودي. ايه كل ده هتشرح بقى ايه دلوقتي بالتفصيل. عايزين الاول نتكلم على مقارنه بين الالسراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. دي اول حاجه ان الالسراتيف كولايتس limited to the large intestine، كولايتس يعني مليان في اللارج انتستين بس، والانفلاميشن كونتينيوس يعني خط مستقيم كده مالي الليجن كله ما بيسيبش حتت فاضيه، والريكتم always affected. لكن هناك الكرونز ديزيز قلنا any place from mouth to the anus، اي حته بقى، وطبعا بيعمل ايه سكيب ليجن، حتت affected، اماكن affected واماكن free in between، اماكن affected واماكن free in between. يبقى اهم حاجه في الكرونز ديزيز ان هو سكيب ليجن واني organ all over the GIT. اهم حاجه بقى inflammation not continuous يعني سكيب، والريكتم usually spared. بس دي كانت زمان، دلوقتي عادي بيلاقوا يعني طبعا خلاص بقى حالات كتيره ظهرت وحالات كتيره يعملوا عليها، دلوقتي الريكتم موجود يعني الباثولوجي الريبورت اللي انا جايباه ده عنده افكشن للريكتم. تاني حاجه الالسراتيف كولايتس بس الافكشن في الميوكوزا والسب ميوكوزا بس 2 لاير. هناك الكرونز ديزيز all the layers، ميوكوزا وسب ميوكوزا وسموث ماسل وسيروزا. هنا الكرونز بقى دي الترانس ميورال افكشن، هي دي كلمه السر في الباثولوجي كله بتاع الكرونز ديزيز، هو ترانس ميورال. ترانس ميورال معناها affection of all layers of the intestine، من الميوكوزا لحد السيروزا، عشان كده بتعمل perforation وتعمل فيشر وتعمل peritonitis لما ترابشر. ترانسميورال افكشن هو ده اللي بيعمل obstruction ويعمل فيستولا ويعمل stricture ويعمل fibrosis ويعمل فيشر ويعمل سيروسايتس. طبعا هنفهم ازاي حصل كل ده. يبقى اهم حاجه كرونز ديزيز يعمل باتشي قبل ستون ابيرنس افتوس ألسر. ستوس ألسر دي لما حد فينا عنده في الماوث الميوكوزا بتاعت الماوث تلاقي بيبقى عنده كده زي لونها ابيض كده شويه، ساعات ابيض وساعات احمر، تبقى very 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 painful اللي هو ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب عليها، دي اسمها افتوس ألسر. دي بتحصل عادي في الناس العاديين، ضعف المناعه، ستريس، حد متضايق شويه مش عارفه ايه، كل ده ممكن يحصل له افتوس ألسر. لكن هنا بتحصل كتير لو حد عنده ريكارنت ألسر بشكل رهيب مع GIT symptoms مع بلادي دايريا، يعني لازم ندور بقى ممكن يبقى عنده كرونز ديزيز. بيبقى الكرونز ديزيز اهم حاجه ان هو عندي قابل ستون ابيرنس افتوس ألسر. كمان بيبقى عنده سكيب ارياز، اهم حاجه thickening of bowel wall obstruction وفيستولا. البروستشر لما الدكتور بيعمل منظار بيشوف ايه؟ بيشوف جرانيلوما ودي فيشرينج ألسر. لكن في الالسراتيف كولايتس الهيستولوجي باين ازاي؟ كريبت ابسس. طيب نشرح بقى الباثولوجي، ايه السبب في البيكتشر دي كلها. الباثولوجي في الالسراتيف كولايتس قلنا ان هو عنده superficial ulcers، الألسر بس في الميوكوزا والسب ميوكوزا، فهي بتبقى ما بتبقاش واصله للاخر. فالألسرز دي هتبقى باينه ازاي؟ في البروس باثولوجي لما الدكتور بيبص بالمنظار
بيشوف ان الميوكوزا عامله ازاي، فايري ريد لونها احمر وفرايبل وجرانيولار وبليدز اون اف اف جي بي. فايري ريد اف اف، فايري ريد وفرايبل 2 اف اف جي جرانيولار ميوكوزا وبليدز ايزيلي اون تاتش. هو ده اللي بيعمل ايه؟ بلادي دايريا. الالسرز بقى جنب اللي هو جنب بقى الميوكوزا اللي شكلها كده فايري ريد وفرايبل. الالسرز عامله ازاي؟ بميكروسكوبيك باثولوجي في الالسراتيف كولايتس بتبقى سيلولار انفلتريشن ويحصل ميوكوزا الالسرز. لما يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، ما هو الموضوع اميون، اوكي، يحصل كريبت ابسس. الالسر لما تبقى ديب شويه، احنا لو نفتكر الباثولوجي بتاع الانتستين بيبقى فيه فيلاي، الحته اللي بين الفيلاي دي اسمه كريبت، ماشي. فالكريبت ده بيحصل فيه ابسس اسمه كريبت ابسس. وجوبلت سيل ديبليشن برضو الكلام ده كله اسوبنومونيك للالسراتيف كولايتس. ممكن يجي في الكيس، هو ده اللي عرفنا ان تشخيص الالسراتيف كولايتس. يبقى الاكيوت فيز بيبان كده، كرونيك ان اكتيف فيز بيبقى عندي بوليبويد فورميشن، بوليب او سودو بوليب وكريبت ابسس. يبقى عندي بوليب سودو بوليب، بعد شويه يحصل ديسبلاستيك تشينجز يعني تحول في الخلايا ويزود الريسك اوف كارسينوم. يبقى ده كده الالسراتيف كولايتس الباثولوجي بتاعها. لكن الكرونز ديزيز قلنا ان هو any site from the mouth to the anal canal commonest in terminal area. اهم حاجه terminal area، والحته دي اللي هو ايه ileocecal valve. الحته دي لو هي severe inflammation ممكن يعمل mass in right iliac fossa، طبعا عشان هو بيعمل adhesion بيبقى يلزقوا في بعضهم يعملوا mass ويعمل symptoms of acute appendicitis، ماشي. spread of the disease في الكرونز قلنا ممكن من الماوس للانس، فبيسبريد ديستالي على تحت. ايه اهم كلمه لما الدكتور يبص بالمنظار ويشوفها، اهم حاجه لما يبص بالمنظار بتاع اللي هو جي اي تي هيشوف سكيب ليجن، ياخد مكان يعني affected area والاريا الثانيه فري، اريا affected واريا فري، ماشي. بالباثولوجي بقى الجروس باثولوجي، الميوكوزا عندي فيها ulcers superficial ulcer. طيب نكمل بقى الباثولوجي كرونز ديزيز. superficial or deep ulcers، وغالبا بتبقى deep fissuring ulcers. الالسرز دي بتبقى all transmural، يعني كل الوول عامله يعني كانها عامله زي ايه بانش كده، عامله زي كانك قطعت السكينه، وعشان كده هي بتاخد كل الوول في الاخر تقوم عامله ulceration. ما هي ulcer في الاخر لما تفضل تقطع في الاخر تقوم عامله perforation للناحيه الثانيه. لو وصلت للسيروزا بتعمل سيروزايتس، ماشي. يبقى لو عملت perforation تعمل intestinal perforation، خلاص دي acute abdomen يعني محتاجه عمليه دلوقتي حالا. surgical emergency. قلنا ان الميوكوزا in between normal، فهي عامله يعني زي بالسكينه كده انت محدد مثلا حوالين دايره، والالسرز دي ماسكين في بعض لاحمين في بعض، اوكي. الالسرز لاحمين في بعض والميوكوزا in between normal، فدي اللي عامله الكاركترستيك كابل ستون appearance. لان عندي في ulcers وبينهم areas of edema، فالحتة اللي ما فيهاش ulcers فيها edema، فيبقى مكان عالي وبعدين مكان ديب جنبه، مكان عالي ومكان ديب جنبه، فهو ده اللي بيعمل كابل ستون appearance. يعني فهمنا يعني ايه كابل ستون؟ هي الحجارة انها حجارات او كور جنب بعضها، كأنها كور جنب بعضها، بس هي كابل ستون اللي هي الحجارة اللي هي بتاعت زمان اللي كانوا بيعملوا بيها الطريق. يبقى ادي ديب فيشرينج ulcer. يبقى عرفنا كلمة فيشر جت منين، وعرفنا كلمة intestinal perforation جت منين، وعرفنا سيروسايتس جت منين. طيب اي انفلاميشن بيعمل هيلينج بايه؟ بفايبروزس. فالفايبروزس لما يبقى ان سيجمنت هيعمل ستريكشر، حته ضيقه في الانتستين. ستريكشر يعني مكان ضيق. لما يعمل سيجمنت بقى، سيجمنت مثلا 10 سم او حاجه، دي بتعمل ايه؟ نارو اليومن في الانتستين، وتعمل سترينج ساين بالباريوم انيما.
string sign دي معناها ايه؟ باينه زي الخط، هي بس اليومن بقى حته زي الخط. الكافيتي عباره عن خط بس نتيجه ايه؟ edema of the intestinal wall، edema، والحته بتاعت الكابل ستون دي كبيره بقى وثيكنينج، بتعمل ثيكنينج وإديمة. وعندي طبعا في جرانيولوما وفي ثيكنينج اوف ذا وول. لسه كمان هنشوف ان بره الفات اللي بره بتاع الجريتر اومنتم هيعمل كريبنج فات، الاومنتم بتاع البطن هيتجمع ويعمل كريبنج فات بره، فده بيعمل ماس، ابدومينال ماس، بيعمل قلنا بقى كده ايه سيك وول، ويخلي النار واليومن تعمل ايه سترينج ساين الباريوم انيما. طيب لو كملنا بقى الميكروسكوبيك بيكتشر بتعمل ساركويد لايك جرانيولوما، ودي عباره عن ايه؟ زي الجرانيولوما بتاعت الساركويد والتي بي اللي هو ابيثيليويد سيلز وليمفوسايت، فدي برضو بتعمل ماس. وهنلاقي كولكشن اوف ليمفوسايت all over the wall transmural. تاني الكابل ستون appearance deep ulcers interconnect together. الديب ulcer عامله خط وخط وخط جنب بعض، لو عملوا 4 جنب بعض يعملوا دايره مثلا. enclosing areas of edematous mucosa، هي دي الكابل ستون appearance اللي هو باينين في الرسمه بتاعت المنظار. خلاص فهمنا يعني ايه كابل ستون appearance. طيب نكمل بقى. دي very deep ulcer دي اللي هي transmural. الكلمة السر في الكرونز ديزيز هي transmural affection. تعمل لي ايه؟ very deep ulcer. خلاص الألسر لو عملت خرم، الألسر لو عملت خرم هتعمل ايه؟ perforation. اوكي؟ طيب لو لحسن الحظ ان لوب اوف انتستين هنا ولوب اوف انتستين جنبه الاتنين عملوا perforation، البرفوريشن ده هيلزق في بعضه، يعمل ايه؟ يعمل فيستولا. فيستولا يعني connection between two cavities، abnormal connection between two cavities أو abnormal tract between two cavities. لو عمل intestine وintestinal انتيرو انتريك، لو بين intestine وكولون انتيرو كوليك فيستولا، لو بين الانتستين والبلادر انتيرو بازايكال فيستولا. المهم يعني الفيستولا دي بتبقى بين اي حاجتين، دي فيشرنج ألسر وتقوم عامله كونكشن ألسر. يعني لو الألسر دي بقى يعني لو الجسم لحقها هيعمل تراكت بين حاجتين ويعمل فيستولا، لو الجسم مش عارف يلحقها هيعمل intestinal perforation و acute abdomen و surgical emergency. يبقى عرفنا ايه قصة الفيستولا. بقول بقى الكومبليكيشنز. intestinal obstruction عرفنا بسبب النارون والستريكشر، abdominal mass قلنا بسبب الادهيجنز وسيروسايتس، abdominal abscess. هو كل ده يعني هو اللي مخلي الانتستين ما يحصلهاش انفكشن، ان هي عندي الميوكوزال سيرفيس كويس ونوت بنتريتد، البكتيريا بتاعت الانتستين ما تعرفش تعمل له بنتريشن، لكن هو كده عندي ألسر وسهل جدا بقى مفتوح على الشارع تقريبا، فيوم يحصل abdominal abscess. فيشر وفيستولا فهمناها بسبب الديب فيشرنج ألسر والترانسميورال افكشن مع الابزوربشن سيندروم. خلاص انا عندي الابزوربنج سيستم بتاع السمول انتستين خلاص مش عارف يعمل ابزوربشن فيعمل مال ابزوربشن سيندروم. recurrence طبعا is the rule after surgical excision. كمان قلنا ان بقيه الكومبليكيشنز الحاجات اللي فاتت كلها كانت common في الكرونز ديزيز، الحاجات اللي جايه بقى common في الالسراتيف كولايتس اللي هو كارسينوما، توكسيك ميجا كولون، ده common في الالسراتيف كولايتس، وديفيوز بيريتونايتس، لان التوكسيك ميجا كولون لما نشرحه ده هيعمل انتفاخ كده في اللوب اوف الديست لو الانفكشن وصلت لحد الماسل لاير ميجا، يعني يكبر بسبب ان الماسل هي اللي كانت عامله له تون، ماسل تون كده عاملاه يعني كانك قافل ايدك، لكن لما يبقى الماسل انفكشن هتبقى يحصل لها ريلاكسيشن، تبقى ريدندنت كده واسعه، يحصل ميجا كولون. طيب هيحصل ستيزس للسكريشن، لما يتملى سكريشن مفيش ماسل تون مش عارفين نعمل ستول، يحصل ستيزس للفيكال ماتر، يعني يقوم يعمل ايه؟ لما حاجه مش عارف تتصرف اللي فيها هتعمل بالونه وتتنفخ اللي هو ميجا كولون، ويعمل intestinal perforation او الرابشر اوف الكولون، يعني يحصل ديفيوز بيريتونايتس، يحصل بليدنج نتيجه ايه؟ superficial ulcers دي بليد اون تاتش تعمل بلادي دايريا. لو حصل بقى غير يعني بيحصل ايه؟ لو حصل ايروجن لارتري الفيشرنج ألسر دي يعمل بليدنج ان ريكتم، دم بقى بحيل ودم كتير، مش كان بلادي دايريا، لا ده هيبقى يبقى بلاد نازل من الستول، وده اكتر في الالسراتيف كولايتس. ماشي كده خلصنا الجزء ده واتمنى يكون فهمته.
طبعا هو الجزء ده كان هدفه ان احنا نفهم الموضوع ونبقى مش حافظين بس الكلمات كده وخلاص، لا فاهمين يعني ايه كذا ويعني ايه كذا، يعني ايه ستريكشر، يعني ايه فيستولا، يعني ايه ليه بتحصل، ليه الحاجات دي بتحصل في الكرونز وما بتحصلش في الألسرتيف كولايتس. اتمنى يكون الشرح عجبكم، واي اسئله انا تحت امركم اكتبوا لي في التعليقات، ولو محتاجين الجزء التاني عرفوني، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.